سلام تخطات نايس channel كما يتخونوا تصبقت كونوا ناي وترو تمنيت نايو لومونا قدس زيناتات مسوز خيد عميق تنتانان حزنا لكم قريبنا لنا كسام مودة تامسانا تصنحو ناي بحق زقرم زينا ونكن رينا لومي ام إيروبا يوكرين راشا أمريكا أب سعودية زقبر زلو كونتات ناي بحق زقرم زلو أقرامنا قوني زمت زلو أوكي مجمريا يوكرين بحري حيال ولا غزلق برتعز خونا متكعتي ناب راشا بدرونات كيرون فتينو مالو اسكبو كنجمر دحريو ني مقراص ناي تقسين زت السلام اسكبر زول ديالوج استفل عليه مأذنات حيز سلو زلو نعون كرينا لسكو هي بليز لايك قبرو. Title Gravitas, we begin with a very important question. How will Russia retaliate after Ukraine's massive drone assault on Moscow? This attack was not just another strike in the 3-year-long war. It was a direct hit on the Russian capital, Moscow. With Russia holding the upper hand on the battlefield, the big question is, how will it respond to the Ukrainian attack? So, انتهينا نرزل لنا مجمريا يوكرين أبز حلفة وانات دحرتي أب وايت هاوس أب أوفال أوفيس أمونغو بريزنت زيلينسكي بريزنت دونالد ترامب زقات أما باسي دحرسو سنة أمريكا وتهدرا وحاجة تطو كم زبلت كم بدما سلة وحبريتاون مهابت تطو بلا كم زنبرت زدما روي زغون لو طونا رأي كتبل تخلي خابتو كينات راشا بز السفح من قدي كتحرم جميرانيرا يوكرين جن أبزن زحلفها أبستو السنوان ماندي وان بلك أي فلت كون اللغة جن نوي حاجة برن متى سفح زغونة أب كتما رأس كتما راشا موسكو بدرونات بزحمت قاعد تريد أبز غريكم هاي كني من البعض كيف كنتريو تقول أبزي الشانل سليف برولي بحفش هاجن سفح زغونة متقعتي أبسي بلا معلاتات كذا وتسلس سبت قتيلهم كم زلوا بتمتقعتي زنقر زلوا لذي لوغنا يوكرين أب راشا لوغنا يوكرين أب سعود عرب منستر قدات وصاين ناشنال سيكيورتي ادفايزر نا أمريكا تراقبو بزعبا مقرا سوخسن بزعبا زت سلام نزارب يوكرين لما بزي دروناتا سديدا يجف زغونة متقعتي أب راشا فتينا مالتيو of course بزح كابتي درونات intercepted كم زخوني زنقرقن كندي كابلو محاليفو درو سلسة سبات قتلهم كم زلو أبتانز بس أكو ريبورت نيرو كينوز قتلهم كله خوني لذي تعودوا كينات النار سنة الناخفة يخيد كم زلينا نرزلنا الزدما بقول من قد كنرياكم فتنا نتيجة السلام زقبر زلو انتهي سلوا كله attack. In the past, Russia has unleashed devastating attacks after every Ukrainian attack on its soil. When Ukraine, for the first time, fired US-provided ATACMS, Russian forces fired Oreshnik hypersonic missile. Earlier today, Moscow woke up to explosions, chaos and casualties. Normally, كم زعينت نايدرون متقعتي أبتوشت كتماتات ناي راشا مسقاتمي أبز حالفوان راشا عزي برتعزخونا قبر ملسيات بنيرا أبقل نطبي نزتا قبر متقعتتات أوريشنيك زبال فولي ميسايل كنتكمون كم ستكمتون زكريو سلازي حج خانت عينت قبر ملسي كتبيع we don't know الزقن ممزحتك زي قبر ملسي راشا بعز في زحية ليونير وكم حج مالتي Ukraine unleashed what it called the largest drone assault on Moscow to date, leaving at least 3 people dead and causing widespread damage. The skies over Russia's capital, Moscow, were filled with hundreds of drones, forcing the city's airports to shut down. Moscow's governor confirmed multiple injuries and casualties, adding that the assault struck residential buildings and disrupted civilian life in Moscow. Russia's بحبش كم ريوزلنا تي متقعت تخايد زلو بوغن يوكرين أبحد أبزيز حلفوان زحية لمتقعتي كم زخوني زنقر زلو تمتقعتي وأب سيفيلاوي ريسيدنشال بوتاتات كم زحرم زنبري of course سندرونات نوح من قد تقو عايزن سلزمتا كنا متى نوت كور دايق لا معات زقات صلنا هاز زبلنا يريو سلازي again تكوينات أب كدما جنبار ترايد يكون أب كله وجنات ناي تكوينات نايتي بوتا ديكايت كم زلو يزنقر الزخا حدا كابتي نريو زلنا كبد ناي تكوينات زنت أبارقينا نرزلنا كبد ناي تكوينات كنا بالكلنا لما نفسه كيف سبب زلو حيلي كيف تعوسي فتن كم زلو يوكرين شغيلاك تموت كم زي كونت مغنياتو أقداسي قينات أبتي كورس كزبال أو اشتراشا أتيزنا برا سرايتنا يوكرين أو حدا قنيا مدرخ بتسعي كم زلو الذكر كوينو أب كال جنبارات ونت قينات كبيت كم زلو يزنقر يوكرين دما درجة بزبط حي سعرو كم زلو سلازي زنا درونات
أن راشا إيدون كبو كم زي كونون ويون أبز قرباوان ني راشا ني يوكرين سراويتا تكوينات كودو يتبل دالا راشا كم زبال كم زي اللي يوم زنوكر زلو لذي this is going to be a very tricky situation بتقوينو جن أب راشا دما فلو يركب تخيل خمزة دما ذكر كوينو بزعبو دما كرينا what exactly is happening أنت يوز جبر زلو سكاب سكري أبتزة السلام جبر زلو بقمت على كرينا معناته كله بقينات رايكاك فتح كم زي كونة تردي وما لو زياس كنغيد. The Americans are back in Saudi Arabia. It's the same team that met the Russians last month. Secretary of State Marco Rubio and National Security Advisor Mike Waltz. Even the mediator is the same, the Saudi Foreign Minister Prince Faisal. Other than that, everything is different. The Americans met the Russians in Riyadh last month, but this meeting is happening in Jeddah. And sitting across the American team are the Ukrainians. Two of them are leading this delegation. One is President Zelensky's advisor, and the second is Ukraine's defense minister. In simple words, this is a حجين تاينا نريد لنا أبز حلفة ورهي كلت إسراء مشان تخايد زنبر الركب مونغو أب رياض استقايدنا مجمريا فيت ركب أب مونغو راشان أمريكان درجة ده 4 عام ده 5 عام زكاة زنبر مجمريا كتاوي دبلوماسيا وركب نيرو سلذي راشا مس أمريكا ينيرو تركب أقدر أسمع بالتاتون أمتي كنبل خلينا حجز جبر زلوجن مجمريا بجدايو أتوم دشيم قلوا زلوا أكلات من يسوق جاتو صاينا السعودية استمع أكله كم زخنا ويون نسويشم قلوا خم زلوا ويون نسو يكايدو كم زلوا يزنقر لو خلوجن أبز حجز جبر زلوا أمونغو أمريكان يوكرين يتركب أمريكان يوكرين السعودية يراقب له this is another thing already زياتهم هاجرات زياتهم أبز حلفة أبنا جو بايدن محدراكو درجات بلينكن زبال جزء يوكرين دي ولا أمريكان كتترات ركساب تخيل منيستر بكل حال ناشنال سكيورتي أدفايزر جاك سيلفان كلهم بقى درجة أبي يوكرين نير عدهم ويا أبي أوروبا عدهم نيرو كتبل تخليها جنكم يكون نزلوا أبزبنا دونالد ترامب تلوخنا تمنيستر زياتو صاي ناي دونالد ترامب أبزبنا دونالد ترامب ماركو روبيو كم لما ناشنال سكيورتي أدفايزر مايك وولز اليوم نيوكرين يكدونا لوك ساب حجي لازم تركب دما أبجدا سعود عربي كايدا له انتهي خط أجندة تركب زي نمنتهي زقبر زلو damage control mission. I'm sure you remember the meeting between Zelensky and Trump. It was a disaster, to say the least, and after that disaster, things went downhill. The US froze military aid to Ukraine, they also cut off intelligence sharing, so now Kiev is trying to make things right. Hence this meeting. Zelensky himself arrived in Saudi Arabia yesterday, but he is not part of the talks. And the agenda? Well, mainly two things. One is the minerals deal. Ukraine will share its mineral wealth with the United States. Trump sees it as payback for US aid. Zelensky sees it as a stepping stone to security. جي انتهينا نرد لنا زي دامج كنترول بحال أبز حلفة زي قاطمة أنوات أمونغو دونالد ترامب زلنسكين كل سبت ذكريو برتع زخون بعساب قاتموهم نزل بعس زي بو بدحريو فيت كرخبي كالون ولاون توم حجي بوغن دونالد ترامب زلو تم كلتا لوخاتنا دونالد ترامب منيستر بتاعته صاينا أمريكا ماركو روبيو كم لما أتينا ناشنال سكيورتي أدفايزر ثلاث يوم ساعتهم أبت بعسون زنبريهم سلزي من البات مزلنس كفيت فيت كرهبون من رجع كهلو مخلي بزوج زيادة تالي لنا زبل سمع سلزلهم سلزلنس كين بعلى السعودية قيدو بس نقصنا السعودية بن سلمان تراخيبو جن كانت تمليس السنتي ركب زقبر زلو ويوزات زقبر زلو نسود يكونه من يسكتاتو زيناتون من يسمى كل حالاتون يوم زقبرو وزلو وي مقتل president ناتو whoever someone كابتناتو administration هجي تركب زقبر زلو نتيك قبر زخيل زته كدالو زخيل معناته بس راشا ونكرها بسلو زخونو US aid. Zelensky sees it as a stepping stone to security guarantees. The second is a peace process. Nobody is expecting a breakthrough, but the US wants to see how genuine Ukraine is. In public, Zelensky has supported Trump's push, but is he really willing to make concessions? That is what the US side is hoping to find out. We have to understand the Ukrainian position and just have a general idea of ست علامات انتهي نيرو exactly انتهينا مقباري يزركب زتخايد نيرو نزبل هجي
بغلطة كاباتهم كريا كنسمع حدا بريف press press تراخيبهم نيرهم يوم. National Security Advisor and the Secretary of State are giving comments after their meeting with Ukrainian leaders. Let's listen. His number one interest is ending this war once and for all. Today we made an offer that the Ukrainians have accepted, which is to enter into a ceasefire and into immediate negotiations to end this conflict in a way that's enduring and sustainable and accounts for their interests, their security, their ability to prosper as a nation. I want to personally thank, we both want to thank the Kingdom of Saudi Arabia, His Majesty, for hosting us, for making this possible. They've been instrumental in this process, and we're very grateful to them for hosting us here today. And hopefully we'll take this offer now to the Russians. And we hope that they'll say yes, that they'll say yes to peace. The ball is now in their court. And but again, the president's objective here is number one, above everything else. He wants the war to end. And I think today Ukraine has taken a concrete step in that regard. We hope to ماركو روبيو انتاي زبل زالو عبز ركب هنا ني ايران ني يوكرين حد اوفر وي ون حد حساب وي ون حد نتفي اغربنا له مالنا نسو دما مقراص ناي توخسي كسابتي زت سلام نخكات زت سلام نخقصصي مقراص توخسي خغبر كخلالو وي زبل ስለዚህ تمقراص توخسي نتزت سلام مبغس كون كم زخل يزبل زالو درو ناي حد ورحي مقراص ناي توخسي نخغبر مس يوكرين كم تزراربون يوكرين دما تقبلوا ملو وي زبل زالو تبعافيو نكسنت ناي سعوديه زغبرلنا اقبابلان كل نغرن قبلبنا مسكن يزبل زالو قاتيلو ግን እንታይ ዝብል ዘሎ እቲ ዩክሬን ነዚ መቕባሎም ሕጂ ታኩዕሶ ኣብ ሜዳ ናይ ራሽያ ዘላ ራሽያ ከይቕበልዎ ዶ ነዚ ኩነታት እዚ ይዝብል ዘሎ ምክንያቱ ሰላም ክግበር ተኮይኑ ናይ ሰላም ተመግሶ ክግበር ተኮይኑ ምቁራጽ ተኩስ ክግበር ኣሎ ክትብል ንቡር ነገር እዩ ቭላድሚር ፑቲን ግን ኣብ ወርሒ ሓደ ብዛዕባ ዛርስ እዚ ኣነ ጽዮር ተዛሪቡ ነይሩ ናይ ሓፂር ምቁራጽ ተኩሲ ምሳና ዝሰማም ኣይኮነን ንሓፂር ተጠዋቢሎም ኣጽዋርን ሎጂስቲክስን ንኸንቀሳቀሱን ዩክሬን ሪሞቢላይዝ ንክገብር ንሰራዊቱ ዕድል ንክብዎ ክጥቀምሉ ዝኽእሉ ዳንበር ሰላም ምምጻእ ክግበር ከም ዘይክል ንሕና እንደልዩ ዘለና ቀጻልነት ዘሎ ሰላም በር ንግዚኡ ዘጋጥም ምቁራጽ ናይ ተኩሲ ክኸውን ኣይክእልኒ ዝብል ዘሎ ግን in all fairness ولا تزتن خجبرون استوسني مقراص تخصن خجبر نبور مثلا معناته ناتج افا خلغا زت خجبر يكل استوسن غزي مقراص ناي توكسيك خجبر خلالو زبل امنت علينا انا ግን حجي بوغن يوكرين حرايا بيلنا يلنا حركه تركب زغبر زنبره يوكرين كنمنتاي دلونت علوم نخن معقاني نيرو ስለዚህ حراي لهم علو حجي تاقعسنا راشيا سغيرا زلايم زولو Russians will reciprocate. Well, just to add to the Secretary's comments, the Ukrainian delegation today made something very clear, that they share President Trump's vision for peace. They share his determination to end the fighting, to end the killing, to end the tragic kind of meat grinder of people and national treasure that's happening on the front in Ukraine, number one. Number two, they made concrete steps and concrete proposals, not only accepting our proposal for a full ceasefire, which you can see the details of which are in our joint. سنتايم زبل زلو بحفشة تي أبزي مرحتناي دونالد ترامب حدا نجر نتصور يقول لك زي نجوسنا سلام دونالد ترامب مخانو قلت له دونالد ترامب تي فلوي مراحي ناي سلام كم زخانو قلت له ملك كم زي ناي نجوس هيز هاينس كلنا بالكات زارب خمسة ناي نجوس قامقا كم بتعمي مزتكم دونالد ترامب كم خلوه كم جسوا سلد فطي مثلا أجي قبل لي لما تايز بدل يوكرين نسلام زخون تبغسوتات كم زلوا مرة جالسنا لنا ويكن رخيلنا لنا سلزي بتشبط ناي سلام تبغسو كلهم كم زغل وتزيد ناي زبلوا زلون of course كسب حج زي ترجعت صلوا كنا منتهي concessions كجبري يقول يوكرين جن يوكرين concessions مالت حدقتات كده منتهي جبري يقولوا حدقتات مالت تي رشا وسيدات زلا مريت كخيدي وندر تبايلو انتهي يمكبلو قال نجارات حدقتات تي ناي راشك أما كنتات كم يجرك كتكبر يخل أبزبل عرسون سلذي بتنري يزلنا كنتات كابو جن يوكرين تسفى خمس رهبو تسفى زب كم زخون مهنياتو دونالد ترامب أبز حلفه نعيس أقام كوينهم زلوا راشا ده يكون يوكرينيين بمبال ترينا غفي تابع ليوكرين تزاري بخمس نبرة بس هجي تيمك يارنا يتكون تاتينا نرزالنا مالت
statement that we released together, but we also got into substantive details on how this war is going to permanently end, what type of guarantees they're going to have for their long-term security and prosperity, but also really looking at what it's going to take to finally end this the horrific fighting. The other piece that I just want to make very clear is President Trump started بحفشة كم نريد لنا نحوارو كم يجرنا كانوا حسون خلة السلام نهجت رايدي كون قتال نزلوا سلام كم يجرنا حقران تكنبا نغل سلام نقتل استفل عليه أرستاتي تناخفهم زلوا يزقل زلوا and it's a very complicated topic يمهنياتو الزسم معزنا تقايد الزرر بزنا تقايد خلو أم موسكو برتو زخانة متقعات تقايدو ليلا لنا بغنياتو دما يوكرين وين كم حسوم كم زغنيت زغلت حبريتاو نيرو سلازي exactly زخدوو زلو منقدي ناي السلام يمثلني زلو جن بحفشة كميكا قوني خلص كان ملس ابتاع analysis قبر لا زلو قدايس كان ملس but just get a general sense of what concessions are in the realm of the possible to them and what they would need in return. So the US wants to see how genuine Ukraine is, and Ukraine wants to see how genuine Russia is. They are proposing a truce, a halt in fighting everywhere except on land, meaning no drones, no missiles, no rockets. Kiev wants to see if Russia will accept it, if they're genuine about peace. A similar proposal was made by France and Britain. So, هجي انتايم تبلو زلو هجي انتاينا نرد زلنا تي يوكرين تدليو زلا راشا كن منتاي دلونا تهلوهم راشا أمريكا دمان يوكرين كن منتاي دلونا تهلوهم كريو هذا كابتن بروبوزال تغير زلو نحدا ورح زخون أمريكا كم دليل كهتواقات خلق ميسايلات درونات زي بلو تطوكبل كم زلو تكوينات نحدا ورهي ديمقراطي خصوصا قبر كم زلو بوغير كادما ناب نتزت السلام تأتو مالتيوم نبي حكي كبيت قوم كم زخنا نرلنا مهنياتو بزحنا قعات كم زلوت كونتات بزح جيمات أو وش كل كم زغل أمنا دم بوجن راشا متأممان كله كبيت قوم كم زغل اللي زردان زلو سلمتاي بزح جزية كميلهم كم سلموا ولا ونبتي تكوينات مزجمرة دحري سامندي شو دحري شوعات معلتكو أب إسطنبول هذا قد أساس ما جيرم نيرميم بانكراديا بإسطنبول لذي anyway انتاي مالتيو جزية مجزئي وين ريموبيلايز نخجبرو تنفاس ترخيبهم نخنقاسقاسو كتقعملو كم زغلو سقات كل واخلي راشا بتكينات قبل التنس لزلوهم عدل ندحريمنايم اقمم نمحقاد نمتخخاب كتقعملو يقول يم زبلي بحفشا جن ملسي كساب حجي كاب راشا بوق عيتو هابنالو and this is going to be very important راشا حسبوا ليهم حسيبانكم اللي سقوم زغون فلتيو ولا وقت قد ما كنت ناتهم صبون نصور تنبره حصير مقراط تخصص بحال كم زي دغفو كانوا غيرهم تنبرو جنرالي ابزوان زخنتاي ملص كبي يخلو خونو زبلكا تسبيتنا بلا عالم يخوين زلو مغنياتو بستفلالي من قديم زاربو زلو ابزي جنغيد And the fact that they are hopeful that this will lead to some sort of peace agreement and finally a ceasefire in that country. And the fact that Ukraine accepted the U.S. proposal for an immediate interim 30-day ceasefire contingent upon Russia also accepting could be extended if both parties agree, and the Secretary of State saying the ball's now in Russia's court. So now it's on Russia to prove that. So نتيجة تغيير زلونا حدا ورحي أمقراصين تخصص بالزلو يوكرين تقبلهم مهم زلون تكبر داتو دما كاب مالسناي راشا زمتصلو مالتيو سلازي راشا انتاي تملسيو تحتو زلو كابو يتي immediately ceasefire كونكم زلو كاب تكلتين هاجرات تسمعلو بغلطفات كبر زخل مالتيو so let's see what happens. They in fact do want peace, which the president has said that he's received those positive signals. So now it's time for them to pony up on that. All right, let's dig a little deeper on this with Nathan Sales, former ambassador at large and counterterrorism coordinator under the first Trump administration. So Zelensky now appears, Nathan, to have come around to want to be a partner for peace. Steve Witkoff will engage in shuttle diplomacy. He's headed for Moscow to talk with Putin. I expect that he'll probably go to Kyiv after that. What do you think the chances of this actually coming to fruition are? So جي تي زون كلتنا في السعودية قد قالوا تي ستيف ويتكوف زبان دونالد ترامب كربا أركن توب دبلومات ناتون كوين زلو نبراشا خيط كم زخونن بوغيرونا بكيف خيط كم زخونن سلازي اتكونتات نبي جزو خيط دخل دبلوماسي كفتن مخانم يزن جرزلو yes أمنا أقدر سنة بتحيلو and don't forget كرسع زي بلو أب أمريكا زلو بريزنت دونالد ترامب مخانم دونالد ترامب
متحازي زبحال زي بالمراحي كل حساباتك غير زخل مخانو بقمت على خيد زخل اجريسيف كون كم زخل ون فلوتيو سلازي نايرا شاملتي كما يكونيو it's gonna be important تكونتات نابيغا زخم زقتل نمجنزاب زعكر اوكي نسمعي اسكرز كومنتيشن. It's hard to say. It really depends on what Vladimir Putin wants. And the ball really is in his court. Does Putin want peace? If he does, he has a funny way of showing it. Because look what he's done, not just what he said, but look at what he's done over the past couple of weeks. He has dramatically escalated missile attacks on Ukraine, including on Zelensky's hometown. He's publicly said, I don't think I need to make any concessions in order to get peace. But Zelensky's been attacking Moscow at the same time. And I think there are plenty of wars where the height of the escalation happened just before the ceasefire was declared. Everybody trying to... So بعرفش أنت يمزبل زلوا بملوتي establishment أمريكا زلوا أبغى يوكرانيو. بوتين دونالد ترامب دارجع مس بوتين زرنا زلوا مسروح ده دقفتنا تدامبر توم دقفتنا تدم عبيت دقفتنا تدامبر بعد لما ماسك زر كابون تزي كوينو تي establishment أمريكا زلوا political establishment ويكا political elite بحال تغللا أبغى دونالد ترامب يلن. ميديانا توم يخون قال يخون كلاتهم مس يوكرانيوم زلوا. سلازي كبيد مدهو بخان بوغن دونالد ترامب زرداي هجنتاي زلوا بوتين سلام كم زل كوزخون ملكت نريه لنا بتكويناتكو ابرتو ايز واغا زلو ترى قبر عقامينو دا سغيلو اذا تعمير غصبه it's just unrealistic زخونه زربا again كم زيانا بلونا تكوناتات نسلست عمد اغصيلو ميم حجون نتكوينات نمغصال بر نتكوينات تو كبلو حسابات يتسمنيغا بزج فوكس بحال سي اي ناي دونالد ترامب بيزو سمعيتبل كلهم حدا يوم ريبابليكان يكون ديمقراطي يكون ابكينات كون خلو حدا مزموري زلو ابكالك فلالي يقولوا غونا ابتعد زقبر بيت مرتي تهنصتو حجزنتو مزبي وهبدا ابو سماي مدرن فللي يالو كوينات كون كلهم كلتيو سايد حداي وان بارتي سينجل بارتي زبال نكمسل كلتا بارتي مثلا ابكينات كون كله حداي سلازي ابزون طريقاي وكل حدا بكل وقت لتناي دونالد ترامب ترطر لهم كن انصار دونالد ترامب تطوم بالدما نبعد نفسهم صقم سلازخونه ميم get last licks in, if you will. Right, and the hope is that because the Ukrainians have responded to the Russian attacks by showing they can hit Russia too, that gives something that can be traded away. If the Ukrainians said, well, let's just all take our long-range options off the table, and they didn't have any, why would the Russians say yes to that? It's only because the Ukrainians are able to punch back that the Russians have an interest in saying, well, okay, we're going to stand down too. Well, what is Russia's situation right now? Because remember, I mean, they brought in North Korean soldiers to fight their war for them. I mean, there were reports that a captured North Korean thought they were there to shoot South Koreans. Obviously, Russia needs some manpower. And the president has said that, you know, for another reason, one that only I know, they also don't have a choice. What do you think he's talking about there? It's a really good question. I think watch this space and see what comes out. But there's no question that the Russians are a Potemkin village, to borrow a phrase. Their economy is on life support. Their military has been revealed to be mediocre at best. I mean, what kind of army needs to depend on starving soldiers from North Korea in order to carry out an offensive? جيتي زربا تمزي ملحصو من وحيوم نو احتزاري بوم يوم زوبص علم وصيد كنيالن حجن تايم زبلو زلو راشا نتكوينات تطو كتبلو لتخل بزوح دفيتي زلوها ولا ون صبللتنا نتلوها نساون بعلا بزوح صقم كم زلوها نتكوينات نوح كتقصلو خمزي تغلن سراويت وديا كاب سمين كوريا وسيدا يا تتكم زلا قطباناتا بحدا غاي زلو سلازي تكوينات تطو كبل ساتون دفيت اللوم درخيت اللوم يو دونالد ترامب ما بقى كفال بوتين نتكينا تتوقبلو دليت كم زلو وخل مغنيات هلا نكنغركم كن هيدلني انا ترايز فلتو فلوي مغنيات هلو سلازي قد تتوقبلو دليت كم زلو يفلت بال تزاريب نيرو جي تيزبلو زلو كل تي ناي اروغانس قام قراشان تاع عملو قطبانات دخوميو زحتو لي قدالو وقال ملنا بلو 3 عامات كيدوم this is نانسون سرباناتهم وتي تايم تعلم جستا كما ننفسهم كما ناقانا نوا كما نتزاربوا لثلاثة عامات كتيلو and it didn't bring anything to them سلازي ولا حانت لو تي ايام تعلم سلازي حجون انتخونه تمتاسالي زرباينا نسمع زلنا انت تقدر تحكي ابزي حانت فيديو رقيبة نيرة كريكم كفتني From a few dozen graves in the cemeteries of small villages and towns to entire rows here at the Lysovy Cemetery in Kyiv. In the third year of the full-scale war, information about Ukrainian casualties remains a state secret. However, according to Ukrainian President Volodymyr Zelensky, the death toll is around 46,000 soldiers, not including those missing in. So, as it was a logum, Tomatom Zalo Mangasina, Ukraine comes Galatso Salasan Shudistan Sheh,
46,000 يزبال زلو جن تعبيتنا يتموت تاريخا يجن كاوز وتسيو بنا مليون تسقع مخانون زنقر سبات علو سلازي اتاقات يمزلو هلقيت بغالات كتقلص وتخل سيمبلي ريقات حلفة يكونن ناي بحكي عمنا حماق كويناتيو من ساياتيوم دمازون كلهم ميتم زلو this is هلقيت زبهال كمزي disaster يزي كمزي عينت موت أب نورمال كوينات يراني زي بوحدينا نرزلنا بزحات تكلني حبري تبع البروفيسور جيفري ساكس زهبوا حبري تاعين بروفيسور جون مرشايمر زهبوا تقينو لعلي 500,000 لعلي فرق مليون سب تبع يوكرين ما يتقام زلهم زنقرو زلو بوحديهم زنقرو معناته إذا كوينات زي ردو كويناتيو ورا فترشين يزبال نهاية صور كويناتيو راشا دما ستيلهم زخدم بر كيدهم بوتاتات نوقع صوري قوي نبرون تلازي أصوار كم حسوم هذا أنا عسرت أسفل أنت اللون كوين بس أصوار يمستقبل نروح ضد دفاعهم كين نفسي يوكرين ما بزوج زي كده كعفتنا من مريتهم نخملسو سلازي التموت زيادة من كم زموت هيز نقر كندزي ما يتخلو نزي شفافينهم عفافينهم قاد سلوز دلي زلوي يوكرين هذا كجف ولدو في أكم زلا يزن نقر زلو يوكرين ولا كم هجر كمان مغطى على كبيت كون كم زغل معناته اتمخي وتي أوروبا سلوزغون بزحي والدنيا قبل اللي دما لما لسه هنبتي حج وريد زلو كنتات كزارة بخلو. After the U.S. paused military assistance to Ukraine, including intelligence sharing, Washington says that it has changed its mind. The announcement follows talks in Saudi Arabia, where Kyiv said that it will back a U.S. proposal for a 30-day ceasefire with Russia. U.S. Secretary of State Marco Rubio said it's now up to the Kremlin to make a move. He added that if Moscow says no to the proposal, the U.S. would conclude that Russia is the real impediment to peace. Here's more of... So in terms of America مالتيو زي زت السلام حساب هي بمزلو حساب غريب بمزلو يوكرين تقبلات ولا ملتك براشا خنت بينا دحري راشا حراي لوم تقعزو قتلي ام بن دحري لاقن راشا انقفاتنا يتكوينات مخانا مدام نمتاك نوسط نخلينا زبل حسابهم زقبر زلو اوكي زي حوسي بريشر قبل الراشا نمقبار زتقملو تاكتيك ونخون خلي بريشر تاكتيك جن راشا والناتا قد مكونات كل واقع زغل فلوتيو زيوم زحبوت راي حراي لا تقبلت خل هاجراي مثلا انت يلاون كاله كالكوليشن زخون يكون وتهدرام قصاص كله كم زي بلو ወይ ወን ዝኾነ ይኹን ካብ ኔቶ ይኹን ካብ ካልኦት ሃገራት ዝግበር ወታደራዊ ምንቅስቃሳት ሕፅረት ብዝገብር መንገዲ ሕራይ ክትብል ትኽእል እምበር 30 መዓልቲ ኢሎም ኣፅዋር ክመሓደሽ ክጅልቡን ምውግጋር ናይቲ ተዳኺሙ ዘሎ ሰራዊት ናይ ዩክሬን ክገብሩ ተኾይኖም ክትቅበሎ ከም ዘይኮነ ትፍሉጥ እዩ በዚ ቆይዲ በቲ እንድሕር ራሽያ ዘይተቐቢላቶ ኣሜሪካ ነቲ ሓገዛት ክትቕፅል ምዃና እዩ ዝዝረብ ዘሎ ማለት እዩ بس حجز ناتو وهبت كلا يوكرين تسعيرها زلا لذي فلوي حجز يكون مزارب زلنا إذا حجز زي كام مجمريا بزلا على ترزي ناتو وهب خلو يا يوكرين أبز حجبتي هذا لذي أمريكا كتفرارت غليها جن مفرها ناتا كون النزلوا يكون فلوي حيل سلزلوا يكون فلوي حيلنا أمريكا كتبت خلنا جريلا كل تكوهب زغلت وهبي وساق كوبي يقولوا جفات وارات كوبي يقولوا نتكوينات كنا وهو يقولوا ني يوكرين كتحنوا واجنا يقولون they know everybody knows إن يوكرين كتحنازق الحيلية اللي زوكيناز بقى من قد كود داي انتقونا بسلام يودا هون يتحطون برا so كم نريا زلنا كنا من تاي استحال على غير كنا من تاي هلكي تفتي محمد زلاب زوكينات مرداير اللي كم زعينة حماق كينات أبكالا كينات علم أبي أوروبا استخيرت راي تخيري زبال so again this is a very very serious situation. What Marco Rubio had to say after those talks with Ukraine and Saudi Arabia. Today, we made an offer that the Ukrainians have accepted, which is to enter into a ceasefire and into immediate negotiations to end this conflict in a way that's enduring and sustainable and accounts for their interests, their security, their ability to prosper as a nation. And hopefully we'll take this offer now to the Russians. And we hope that they'll say yes, to peace. The ball is now in their court. All right, the ball is now in their court. We've got team coverage of this developing story. I want to bring in our correspondent, Nick Connolly. He's in Kyiv, and our reporter, Stefan Zimos. He's in Washington, D.C. Gentlemen, good to see both of you. هجي التكونات بوغن يوكرين بوغن منيسير جات ساين أمريكا زبال زلو سمعنا لنا اسكي كلت كومنتاتورز كابس كزاربيهم كأمريكا كيوكرين. Let me start with you. What are the key results that the U.S. and Ukraine agreed on in Saudi Arabia?
Key result is that the U.S. is reversing or actually putting the ball, as Marco Rubio said, into the Russians' court, and that is the first time. Also, this apparently reporting suggests that the Ukrainians came to this meeting with an idea. The Americans were supposed to listen to them, to their ideas, and they had the idea to create this or go for this ceasefire, 30-day ceasefire, but only for air, in the air, as well as long-distance missile attacks, as well as at the sea. And the Americans, that's the reporting, took it a little bit from there and said, no, it's going to be a ceasefire along the entire front lines, basically including. هجي انتايوم تسماميهم زلو نزبل مقرات ناي تقسي كجبر كم زلو يوم تسماميهم زلو مقرات ناي تقسي كجبر كم زلو سممع تغير له مالتيو انت عينت مقرات ناي تقسينا نزارب زلنا ابزخه يوكرين كحطو خلو ناي اير ناي مسايلاتن ويم كاب حرز كبرت مسايلات كله نشطو قبل ابايتا ممكن واقع كنصنح نخلينا زبل نيرو سلازي ناي اير سوبريوريتي سلازلون راشا درجه عقده فولنا ز عينتي نيرو انت خوني امريكا هابط قبيله تغلاله ناي كله مثلا سمعتي ناي كله منقسقاسات مقراط ناي تخص جبرالو ناي كوينات ناي زت سلام مسرح كقصل اندحر خوينو زبل حسابك سيس فاير مالتي مقراط ناي تخص جبر كم زلو now this is وجن امريكا زي كنا نتهونا يكونن مالت تموت تتوكل على الموت تتوكل نبل زت سلام قبرنا يبلون طلو تموت حجه تطويبل كسب تسمع انه ودق قبل يكون بوغن راشا دما انتاي دبل جيم كصوت يخل كاس قاعد كل يجن نتسقعت قرانت تحريبهم زغونه منقصاص كله كم زي كل maybe we will see some kind of agreement. All the fighting against Russia. Ukrainians agreed to that. That's what the Americans report. The president just had an impromptu press event at the White House, and he said that he is hopeful that Russia will agree to it. He said that there will be a conversation with Russia later today, local time here in the US, or tomorrow, and, quote, he hopes that we get this show on the road soon. And Nick, this is... So Donald Trump دمانة ملخت تقبلوا I hope فلاديمير بوتين and Russian يقبلوه أبز غربا ركب كجبر مخانون كباتهم دما زخون يقول أونتها وملسنة سبة بوغيرنا دما نابتقع زونايتي كوينات توم بال نخن كتصل يجيب الزلو. What America, what the White House celebrates as at the moment as a success. Okay, Stefan, let me go to Nick now. Just ask you, Nick, from where you are, I mean, how much of a successful outcome is this for Ukraine? I think you're not going to find anyone in Ukraine who doesn't want this war to end, but I don't think they think that this is it. They don't believe that somehow magically Vladimir Putin has changed his mind. People here are convinced that he still thinks he can get all of Ukraine, or at least the majority of Ukrainian territory. So there's big skepticism, but this is just about the blame game at this point. Ukraine, especially with advice coming from London and Paris, has now decided to not let Trump blame it for being the impediment to peace, and basically is humouring Trump, even though they don't really believe. بعفشة أب أمريكا تبغى زخنة وتيت فرق وتيت رخيبهم كم زلوا تريف دلوا بوجن راشا ملوك خانوا لهم ناقر كده اللي خلوا بوجن يوكرين دما ترى اللو مهنياتو ني دونالد ترامب كأمنوا وكبيدي يوكرين أبز حجي بزح جزية حريمهم سلزلوا ملو بملو نقرات كسلت لهم أمنات كجبري كولونيوم جن ستيل تصفات دمالو نتنا مس دونالد ترامب كسامع مسلو خناي دونالد ترامب كسامع مقالهم تسواتات زفتر كنتات مخانينا نرزلنا بحفشا جن بحدا وجن ترايو تقبلنا ترخيب زلو بحدا وجن تقبلنا مركبون سبوتا بقسيجن we'll see the most determinant أبز كنتات تقندي وسانة حيل زبار راشايو ناي راشا وسانة دما تقد أقداس كهون زغلي بدي ناي راشا وسانة ويبزي ناي راشا متحبار سلامي الكهت زرب أي كعلني أجي أبتقد ميت زي قارات كلكم نيري زياس كسموها. On the one hand, he's talking to the US. On the other, he's taking the attack to Russia. That's right. Ahead of the meeting, Ukraine launched a massive drone attack on Moscow, their largest yet on the Russian capital. Ukraine's largest drone attack on Moscow so far. Pictures showed buildings being blown apart and cars burnt on the streets. Russia says more than 300 drones were fired in total, out of which 91 drones targeted Moscow and over 120 targeted Kursk. Kursk is a... So كم زنريو زلنا تي زتجبري متقعتي كبيت كم زنبري نام موسكو نام كورسك بزح درونات كم سلدتن ولو كبزح كباتهم ك ديفند خد قبرهم تقالت انترسبت خد قبرهم كتعزم ويونا مثل اير ديفنس سيستم ناتاكت عليهم تقالت ببزح سلدت جنب زحاتيو
ብዙሕ ዕንወት ከም ዘውረደ ዝንገር ዘሎ ስለዚ እዚ ነፍሱ ዝኻለ ስምዒታ ዝተናኸፍ ኩነታት ስለ ዝኾነ we'll see of course እቲ ታክቲክ ናይ ዩክሬን እውን ትክክል እዩ ምክንያቱ ራሽያ ንራሽያ ክሃርሞ ዓቕሙ ከም ዘለዎም ከፍልጥዋ ኣለዎም ሰላም ክመፅእ እንተኮይኑ ዝብል እምነት እዩ ዘሎ ምክንያቱ ሓይሊ ዘይብሎም ምዃኖም ድሕሪ ተረዲኦም ራሽያ ነቲ ዘተ ሰላም ከኣብይዎ እውን ይኽእሉ እዮም ስለዚ again strengths ከም ዘለዎም ሓይሊ ከም ዘለዎም ድሕሪ ኣፍሊጦም እቲ ኩነታት ክሰልጥ ዝኽእል ዝብል ካልኩሌሽን ከም ዘለዎም ፍሉጥ እዩ ብሓፈሻ እቲ ኩነታት ክሳብ ክንደይ ዝተጠናነገን ዝተኣሳሰረን ኩነታት ምዃኑ ምግንዛብ የድሊ ማለት እዩ southern region in southern Russia. A portion of Kursk is currently being held by the Ukrainian forces. Reports say 3 people were killed in this latest attack. Take a look. It's a clear message from Ukraine. They're telling Russia, US aid or not, we are very much in the fight. So back off. From Ukraine, they're telling Russia, US aid or not, we are very much in the fight. So back off. In response, Russia fired missiles at Ukraine. They hit a fuel depot in Odessa. Take a look at this now. Actually, the perfect setting for talks, but then again, it sums up the entire situation. Neither side is open to concessions, evidently. Zelensky has refused to give up Ukraine's territory, and Putin is sitting pretty on the battlefield. He has... ስለዚ ብክልቲኡ ወገን ራሽያ እውን ግብረ መልሲ ኣብ ኦዴሳ ናይ ነዳዲ ቦታ ሓሪማ ከም ዝነበረት ዩክሬን ብወገና ኣሜሪካ ተሓግዘና ንራሽያ ንምብልሻው ዝኣክል ወይ እውን ነቲ ኩናት ንምቕፃልሲ ዓቕሚ ከም ዘለዎም ንከፍሉ ተፈቲኖም ኣለው ስለዚ ክልቲኡ ወገን ሓይሊ ከም ዘለዎ ሓይሉ ከርኢ ይፍትን ከም ዘሎን ኣብቲ ዓውደ ኩናት ድማ ቀልጢፉ ጠጠው ክብል ወይ እውን ጠጠው ንምባል መደብ ከም ዘይብሉ ከርኢ ዝፍትን ዘሎ ብሓፈሻ ኣብቲ ቅድመ ግንባራት ራሽያ ይፀብለልትነት ዘለዎ ዩክሬን ክንምንታይ ድሮናት ክትኩስ ይኽእል እቲ ማትስ ወይ እውን እቲ ሎጂስቲክስ ክረአ ከሎ እቲ ብልጫ ንራሽያ እዩ ዘለዎም ስለዚ ዩክሬን ክንምንታይ ሃፍኮፍ ክብል ይኽእል ኣብ መወዳእታ እጩ ስዕረት ክኸውን ከም ዝኽእል ፍሉጥ ruled out any concessions to Ukraine. So where will the breakthrough come from? Well, that's where Donald Trump is key. Last week, he threatened Russia with crippling sanctions. And around the same time, he also cut off military aid to Ukraine. So Trump has levers over both sides. Ukraine more than Russia, of course. It's a question of who he decides to side with, and that is why both Russia and Ukraine are trying to court the US president. ኣመወዳእታ ነዚ ኩነታት ዶናልድ ትራምፕ ዓብዪ ኢድ ክህልዎ እዩ ብኸመይ መንገዲ ክውድኦ ይኽእል ዝያዳ ሓይሊ ናቱ ንዩክሬን ከስምዕ ይኽእል ኣብዚኣ ሓንቲ ወደ ዝቆረፅክልኩም ነይራ ስምዕዋ እስኪ There was the deal in terms of grain moving years ago. There's been discussion of halting aerial attacks on each other's infrastructure. The president has made it clear and certainly made it clear to us that all fighting needs to stop. And the Ukrainians have agreed to that proposal. They're ready for peace. And now we'll take that to the Russians and get their response. Let's bring in. So, Dayu, Satom. ነቲ ናይ ሰማያትን ናይ ድሮናትን ገለ መጥቃዕቲ ጠጠው ክብል እዮም ሓቲቶም ነይሮም ግን ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ብመንገድና ዝበለና እንተሎ ኩሉ ዓይነት ተኽሲ ጠጠው ክብል ኣለዎ ናብቲ ሰላም ገፅና ክንጥምት ኮይንና ዝብል እዩ ዩክሬን ንዑ ተቐቢሎም ኣለዉ ሕጂ ትሕቶ ናብትዮም ካልኦት እዩ ዝኸይድ ዘሎ ማለት እዩ ኣብዚኣ ሓንቲ ኣገዳሲ ዲስካሽን ኣላ እስከ ስምዕዋ in that military aid and intelligence sharing, which had been paused from the U.S. to Ukraine, is now being reinstated. It sounds like as it was before. What do you make of this development? Of course, with the understanding Russia. So, ti tataqaritu zinabare wetadarawa xagazin silayawa xagazin kan baxadish kujamar mukhani zinagar zalo zidima abla Russia pressure na magbar zitqamul zalo tactic khon khali tayt has a big say here. Well, irrespective of how the Russians respond, this has changed the dynamic. I wouldn't say this puts Zelensky back in Trump's good graces. That's an exaggeration. But it certainly means that the Ukrainians have some initiative, that they have been prepared to accept the terms as offered by the United States to stop the fighting for 30 days. And they're prepared to do that right now. And given that Trump's election campaign promise for months is I'm going to end this war. And the American people, whether you're Democrat or Republican, you'd like to see this war over. You'd like to see the fighting stop. You'd like to see the money stop. You'd like to see the killing stop. So now Zelensky can say, I've approved that. And the Europeans can stand up for it. And I suspect they will in very short order. We haven't heard that yet, but over the coming hours, I suspect you'll see lots of Europeans say, yes, we're in favor of this. What about Putin? And Putin hasn't taken back all of the territory that Ukraine occupies right now in Kursk, in Russian territory. He certainly wants to do that. He has acted correctly, in my view, as if time is on his side. That he
ሕጂ እንታዩ ተገይሩ ዘሎ ኩነታት ዶናልድ ትራምፕ ርግፅ ጽቡቕ እዩ ነቲ ኩናት ጠጠው ከብሎ ስለ ዝፅዕር ዝነበረ መብፃዕናቱ ስለ ዝነበረ ወላ እውን ግዜኡ ጠጠው ከብሎ ተኽኢሉ እውን ከም ዓወት ክቁፀር ይኽእል እዩ ምክንያቱ ኣብ ኣሜሪካ ክልቲኡ ሳይድ ዲሞክራት ይኹን ሪፐብሊካን እቲ ኩናት ጠጠው ክብል ሞት ጠጠው ክብል ይደሊ እዩ እቲ ገንዘብ ናብኡ ዝኸይድ ዘሎ ጠጠው ክብል እውን ይደሊ እዩ ኣብ ጀካቲ ፖለቲካል ኤሊት መብዛሕትኡ ሰብ ነቲ ኩናት ዝድግፎ ሰብ እውን የለን ኣብዚ እዋን እዚ ኮይኑ ተሪፉ ኤውሮጳውያን እውን حاوسي كم عينت حسب بقيسهم نيرميم وكرازنا يتخصص جبر حسب أنكيدهم نيرميم سلزي أوروبا يعني ممكن تقفوا خليهم تحسب يوكرين تقفوا ملو وراشا أمريكا تقف رقيب له أوروبا ممكن تقفوا خليهم سلزي تحطنا براشا كترف of course راشا كبيدي كهون معناته أبزوان زي تزبلت عدل سلزلهم أبتي كورس كذب هالزنبرة درونتي أوزل لو كينات كودوا أبتبغزو خنا بوتان دارجانات سراويت كخبو قريبهم كم زلوني زنقر زلو سلازا كم زكونتات كلو مقراص توكسيك بهال كلو نراشاويان كبيت كون كم زخانه للو خلو دما immediately سلاز بلزلو we'll see Russia how بخمين زنقر عم بيبون كوستن يقولوا can outlast the Ukrainians, so he has much less interest in accepting these terms, certainly not by themselves. I mean, his interest in talking to Trump has been all about a broader deal between Russia and the United States, not focused on the Ukrainian ceasefire, Ukraine as just a piece of that, and probably not the first piece from the Kremlin's perspective. So clearly, I think at the very least, I can't imagine that Putin is going to suddenly accept these terms in the next 24 hours. I suspect he's going to want to get a meeting directly with Trump as soon as possible, face to face, where he can talk about if I'm going to end this war and give you something you really want, not on my time frame. What are all of the other things that we could and should be doing together? And by the way, let's keep the Europeans out of that conversation. ሕጂ ፑቲን ነዚ ኩነታት እዚ ብዝቐልጠፈ ክቕበሎ እዩ ዝብል ገምጋም የብለይን እዩ ዝብል ዘሎ እንተወሓደ ምስ ዶናልድ ትራምፕ ፊት ንፊት ንክረኸብ ብቐጥታ ጠለብ ከቕርብ እዩ ምክንያቱ ጉዳይ ናይ ዩክራይን ንራሻ ክሳዕ ክንዱ ከቢድ መስራሕ ኣይኮነን እቲ ዝዓበየ ጠንቂ ናይቲ ፀገም እዩ ኔቶ እንታይ ክኸውን እዚ ምኩራዝ ናይ ተኽሲ ጥራይ ንበይኑ ንራሻ እኹል ኣይኮነን ናይ ዩክራይን ፀገም ኣይኮኖም ንኦም ዝዓበየ ፀገም ኔቶ ናይ ምስፍሕፋሕ ሕልምናቱ እንታይ ክኸውን ዩክራይን ካብኡ ቀፂሉ እንታይ ክኸውን ስለዚ ኣገዳሲ ናይ ሴኪሪቲ ሕቶታት ስለ ዘለዎ ነዚ ሕቶታት እዚ ኢና ክምልስ ዘለና ጉዳይ ናይ ዩክራይን እዚ ሲስፋየር ትብሎ ዘላ መይቢ ክቕበሎ ይኽእል እየ ግን ብዓብዩ ኣነ መፍትሒ እዚ ናይቲ ኩነታት እየ ዝደሊ ዘለዎ ብምባል ምስኡ ክዛረብ ከም ዝኽእል ልዕሊ ኩሉ ድማ ኤውሮጳውያን ኣብቲ ዲስካሽንስ ክኣቱ ይደልኒ ዘሎ ፑቲን ኤውሮጳውያን አይዞሌትድ ክኾኑ ከም ዘለዎም ክእለዩ ከም ዘለዎም ካብቲ ዲስካሽንስ እዩ ዝፅዕር ዘሎ ዶናልድ ትራምፕ ፍሉይ ፍቕሪ ናይ ኤውሮጳውያን ስለዘይብሉ ኣብ ኣክልትዮም እውን ክሰማምዑ ይኽእሉ ኮኑ እዮም That's where I think Putin's head is right now. Ian, if you could stand by for us as we were following this developing news, this breaking news, Marco Rubio, Secretary of State, saying in Saudi Arabia the ball is now in Russia's court as U.S. and Ukrainian officials have come to an agreement on a 30-day ceasefire they're going to put before Russia. Let's go to Alex Marquardt. He's there in Saudi Arabia. Alex, we heard you ask that first question during the availability. I'm not sure you got a straightforward answer to your question, but just take us through what has happened there today. It's a big day. It certainly is. And the expectation, the way that Rubio had framed it on the way in, was that this was going to be a listening session, that the U.S. side was going to be listening to the American side to eventually sort of come up with some positions that they could then take back to the Russians. This, Brianna, is a lot more concrete. This shows that not only is this U.S.-Ukraine relationship essentially back on track, but they are moving forward in tandem. One of the things that we thought would be discussed today was a Ukrainian proposal for a partial ceasefire. Instead, what we're learning now is essentially that the U.S. took that and ran with it. And they're now saying that this is a U.S. proposal, not for a partial, but for a full ceasefire for at least 30 days. ዝረአ ዘሎ ዝብልዎ ዘለው እቲ ተገይሩ ዘሎ ተበግሶ ፅቡቅ ተበግሶ ካብ ትፅቢት ወፃኢ እውን እዮም ዝብሉ ዘለው ስለዚ እቲ ምኩራዝ ተኽሲ ምሉእ ምኩራዝ ተኽሲ ንወርሒ ዝበሃል ዘሎ ብወገን ኣሜሪካ ከም ሓደ ፅቡቅ ነገር ገይሮም እዮም ዝዛረብሉ ዘለው ግደ ሓቂ ነቲ ኩናት ጠጠዋ ምባል ኣገዳሲ ኣበርክቶ ክህልዎ ከም ዝኽእል ርድኡ እዩ and it's going to be ናይ ራሽያ ግብረ መልሲ ወሳኒ ክኸውን ኣብዚ ምክንያቱ ኣብዚያ ሓንቲ ክበኩም Posturing, the reality on ground is very different. Since the meeting between US President Donald Trump and Ukrainian President Volodymyr Zelensky, the US has frozen aid to Kyiv, intelligence sharing has also been stopped. Satellite access has been revoked. And now, as the talks commence,
The US has made it clear Ukraine will have to accept territorial losses as a part of any peace deal between Russia and Ukraine. US Secretary of State Marco Rubio stated that Kyiv must consider giving up land seized by Russia since 2014 if it wants an end to the war. Meanwhile, the first round of high-stakes negotiations between هجنتايو أمريكا دليتناتا يوكرين نتتو راشا عزاتو زالا مريت كتوز دلو عزبل امنتا له سلازي يوكرين عقبلو كقولو لهم مفتحين هاي تكوينات كله تغينو بحفشا يوكرين مقرأ سقسي مقبالا زقرم هايكونن ناي راشا وساني تزقرم كخون زغل سلازي مهنياتو يوكرين كابنا أمريكا أبزوان زي حساب كتوز كم زي تخلت تحيزا بقررات تحيزا سلازالا ناي راشا جن زبالة عدل سلازي الرايم زلو بزغونة تكونتات كود كل سبيت هانتي زلو كل سب دلاي سلام زغونة زكونات كود دايزلي تحطو قن لو متودي صباح كجمر كم زي بلو دما سقات هالو نيبزحات بزغوين بتي كابزي نغرزي بزح كن مهارو نخلالو نابلكو نايلومي ارس ابزغودي كم وترو لايك جبرو سبورت جبرو دغفكم اي توحد نابلكو ابزي حاجه تفكمي تشاو